فعلا. سناخذ معي الآن كابتن المنتخب السعودي ونادي الأهلي سابقا الكابتن عبدو يامي. إذا بداية كابتن عبدو، كيف ترى مثل هذه البطولات التنشيطية في شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدورات الرمضانية في شهر رمضان مناسبات حلوة تجمع الشباب الحي في ملعب بيحاولوا يقابلوا بعض في شهر رمضان المبارك، وانه تكون البطولة بطولة خوية وما فيها العنف هذاك والإصابات لأن مباريات ودية زي ما قلت لك وكلهم أخوان، والتنافس داخل الملعب فقط عشان الهدف، وإن شاء الله أنها تكون ناجحة. وأتمنى إنه البطولات بعد كده تبدأ قبل الموعد هذا وتنتهي في أكثر شيء يعني بتاريخ 19 عشان يكون الجمهور حضوره أكثر من كده. بالفعل أيضا ربما قد تكون أيضا إضافة لبعض اللاعبين الذين يبرزون في مثل هذه البطولات والذهاب بهم إلى الأندية. أيضا سؤال آخر ربما بعيدا عن هذه البطولة، عبد الله مسرحي القائد في كابينة التعليق على مسيرة هذه البطولة. أيضا قائد كابينة التعليق هناك. إذا قائد كابينة التعليق هناك أيضا عبد الله مسرحي. أيضا عبد الله شقيق مع المعلق محمد مسرحي معلق RT، كلمة توجهها لهذا المعلق. والله كلمة هي اللي أقول له إلى الأمام، وما شاء الله تبارك الله يعني تعليق مميز وبيشبه أخوه، يعني ما في فرق بينهم، وأتمنى له التوفيق. وش رأيك بحضور الشبكة الإعلامية في هذه البطولة؟ والله بالنسبة للشبكة الإعلامية تغطيتها ممتازة ما شاء الله، وإخراجهم وتنظيمهم كان جيد، وإن شاء الله أنها تنتهي البطولة دي على خير ويكون بداية انطلاق الشبكة. إذا كل الشكر للكابتن عبدو.